عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة، طبعا بدون أي مقدمات وكلام كتير عن تأخيري، بس كل اللي أقدر أقوله لك إنك وحشتني جدا. طبعا عارف إن القناة ريتش واقع، فدلوقتي أي حد بيشوف الفيديو ده يضرب اللايك المتين، ويلا بينا على أول فيديو. يلا بينا. اللي فات مر بس مر، واللي جاي حلو مش مدير. 50 جنيه وانتوا بيكوا شر، عشان كده ربنا موفقني. 50 جنيه. هو ايه اللي ب50 جنيه بالظبط؟ 50 جنيه. معلش بس اصل انا بقالي مدة مش متابع السوق في مصر. هما فتحوا سوق جديد للرقيق ولا ايه؟ 50 جنيه. وانتوا بيكوا شر. 50 جنيه يا ترى في الساعة ولا في اليوم؟ يا عم انت غبي، هي قصدها على البنطلون. ايوه ما انا عارف. طب بقى لو البنطلون واللي جوه البنطلون باكج على بعض يعمل له كام؟ 50 جنيه برضه يا راجل. يا نهار ابيض، ده كانت هتيجي في مناخير. خد لك يا عم، تبقى قاعد في امان الله تلاقي واحد دخل في مناخيرك. شعب بيشرب بنزين بعيد عنك. افتح الطريق يا ابني عشان ما بشوفش قدام. اهو ده بقى لما تشوف ناس بيبيعوا كيلو السكر ب27 جنيه، ده بيبقى حالة. حاسب كده حاجة غريبة والله. ما انتش عارف دلوقتي البت دي راحت عند مين ولا دخلت في بيت مين دلوقتي. ينفع كده يا سعاد تخش في بيت الناس في نصاص الليالي؟ روح اتكل على الله، زمان صاحبتك بتدور عليك. هيتجننوا كل شوية عايزين نجس. عايزين ايه؟ عايزين نجس بعيد عنك. عايزين نجس. طب انا سألت اللي بتقول عليه الست ده عايزين نجس. هما مين اللي عايزين نجس؟ طب انا سألت عليه لقيته ب140 جنيه العلبة. ايه ده؟ هي النجاسة بتتباع؟ مش المشكلة مش في ان النجاسة بتنباع، المشكلة انها عاملة 140 جنيه. هما المحترم عامل كام؟ طب انا اجيب نجس ب140 جنيه. حتى النجاسة بقت بفلوس. امال علبة الخسيس تعمل كام اليومين دول؟ مقدرتش اعمله ب50 جنيه ولا ب60 جنيه. ما هو نجس عادي، هتستني ايه منه يعني؟ سألت عليه لقيته ب140 جنيه العلبة. طب انا اجيب نجس ب140 جنيه وانا في مقدرتش اعمله ب50 جنيه ولا ب60 جنيه. غلطانة يا مجنة والله، لو انت كنت قلتلي كنت اجيب لك النجس بسعر حنين واوفى. جبت ربع كيلو صدور فراخ. استني بس يا طنط، عايزين نفهم هو النجس ده بيتغسل بالمية ولا بالجنابة ولا ايه يعني؟ عادي يا زوز، زي ما تحب، اغسله بالتراب 7 مرات. جبت ربع كيلو صدور فراخ اللي هو نص صدر الفرخة وربع كيلو، وحطيت بصل بودر وتوم بودر، حطيت ملح ومحسن طعام وحطيت مكعب مرق. ده كله حطيته مع النجس، وحطيت كمان بطاطس، وحطيت كمان معلقة دقيق ومعلقة نشا، وحطيت معلقة بيكنج باودر. ايه ده يا ام جنة؟ كل ده عشان تعملي النجس؟ كنت اعمل لهم النت احسن واوفى. ده كله في الكبة زي ما انتوا شايفين كده لغاية ما يعمل ايه معايا. بصوا هنزل عليهم ببيضة وبرضه هضربهم ضربة كمان. خلاص كده كفاية يا مجنة، كفاية كده ضرب فيه. لا مش كفاية، ده نجس ويستاهل. المهم الربع كيلو فراخ عمل لي بتاع 50 حتة نجس. 50 حتة نجس؟ ما شاء الله، تسلم ايدك والله يا ام جنى. بصراحة الصراحة انت عايز الصراحة؟ الصراحة مفيش انجز من كده. كنا في نفس اليوم، وتاني يوم فرست منه برضه والله عندي في الفريزر. شكرا يا طنط، تسلم ايدك يا رب. استنى ما تقفلش. في ايه بس؟ اهدى. ما تنسيش يا طنط المرة الجاية تعلمينا طريقة عمل الوسخ.
خدت قلبي ما طلعتش دي عالطاير، كلمة بطلة قليلة دي بطاير، عود البطل تدورني في الصاير، مش عاوز بكيني انت من يوم ما جيت الدنيا وانا مكسورة عيني وبقول هي بتعمل ايه دي؟ دي بتذاكر، بس زي ما تقول كده بتغري المنهج، ازاي؟ بتقلع له عشان يتلم. احنا كلنا عارفين مستقبلها. عبقرية، هتطلع من العشرة الأوائل. يا ضنايا، ده المنهج متراكم عليها، أكيد بتذاكر جغرافيا قسم تضاريس. ايه ده؟ زي ما انت شايف يا زوز. حسبي الله ونعم الوكيل، بيطبخ من غير جوانتي. انت همك على الجوانتي والفيران اللي انت شايفها دي عادي. الله، دي الفيران كمان مش لابسه جوانتي. ما تيجي نروح المطعم ده يا معاذ؟ روح فين يا زوز؟ يا عم المطعم عامل عروض جامده قوي. عروض ايه؟ هقول لك عروض ايه. عامل عرض الجامبو، خد صينيتك واكتب وسيتك. لا برضو عايز افهم، هي الاكله دي عباره عن ايه؟ ده أكلة فاخرة تاكلها وتزعب على أخك على طول. طب المطعم ده اسمه ايه؟ دلعني وبكرة ودعني. ما شاء الله تبارك الله، ثاني شاشة تكسرها لي. يا معاذ، نعم. اخر مره كسرت فيها كوبايه لامك من نيش، عملت فيك ايه؟ مسكتني وحطتنا عليها. على ايه؟ يا نهار ابيض. كسري كسري كسري، خذي راحتك على الأخير كسري. هاتي. ولقينا الحل لمشكلة تكسر الشاشات اللي هو الحماية. الحماية هذه ممتازة، لها عندي 2 في الملحق الخارجي، ما شاء الله تبارك الله. هو الحل الوحيد انك تكسر دماغ بنتك. طبعا في شيء جودته سيئة وفي شيء جودته عالية، هذا جودته ما شاء الله تبارك الله عالية. يعني اللي خلى بنتك تكسر الشاشة مش هتقدر تشيل حتة الغطا اللي انت جايبه ده وتكسرها؟ انا لا جاي اقول لك ارجع اسمع، علشان انا صبري قليل، كل مرة تهرب قرب على ايه. ما هو لازم يهرب. هو انت مش شايفه يا اختي مقطورة الزلط اللي انت جراها وراكي؟ وبعدين انت ما ينفعش معاك الاغنية دي. طيب يا عزيزي، كده تكون للاسف نهاية حلقتنا. اهم حاجة يا شباب كله يعمل لايكات عشان القناة كانت واقفة اليومين اللي فاتوا. عايزين نوصل الفيديو كام لايك يا عوز؟ 1,000,000 لايك. زي ما قال لكم كده 5000 لايك. مع السلامة.